بسم الله بديت وعلى النبي صليت. جيتكم بالجزء الثاني نتاع قصة بقرة اليتامى. حارت مرت باباهم ووصات بنتها تتبعهم وتشوفهم واش ياكلوا وتاكل كيفهم باه تكبر وتزيان كيما هما. تبعتهم لقاتهم راحوا للقبر نتاع ماماهم وكيف فاقوا باللي راها تعس فيهم ضروا روحهم ياكلوا في الحشيش. كلات كيفهم بصح ما زيانتش، صفارت ومرضت. مرت باباهم ضربتهم وقالت لهم علاه نتوما تاكلوا الحشيش تكبروا وهي مرضت؟ كي راحت ترقد بغات تخمم كيفاش دير باش تتهنى منهم. قالت الراجل يا راجل، البلاد هذه ما فيهاش الخير، لازم نرحلوا منها. اصبح ناضوا بكري ولموا قشهم ورحلوا. في الطريق جازوا على واد، مدت للطفل كسكاس وقالت له عمر فيه الماء، ومدت للطفلة الصوف كحلة وقالت لها رديها بيضة. راحوا ولاد مساكن للواد وبدا الطفل يعمر في الكسكاس وهو يقطر، والطفلة تغسل في الصوف ما تنقاتش، ولا الطفل يغرق في الكسكاس بالطين باش يتعمر له بالماء. جاليه الزاوش وقال له طري بالطين يا مسكين، ناسك رحلو وانت في العين. كي سمعوا الزاوش يقول لهم هكذا فاقوا باللي كاين حاجة وراحوا للدار. مرت باباهم قبل ما ترحال خبزت لهم الكسرة ودارت فيها الرهج وربطت الكلب في الرحى، هو يدور المطحنة تدور معاه باه ما يفيقوش الولاد باللي راحوا خلاوهم. دخلوا الولاد ولقاو الكسرة، شد الطفل مرسو باه ياكل ما خلاتوش اختو. قالت له مرت بابانا ماشي موالفة تخبز لنا وذوك راهم راحوا خلاونا، استنى نفوتو نجربوها في الكلب. رماو مرسو كسرة للكلب، كي كلاها مات. ولات مشات هي وخوها، مشاو وصلوا لعين البقر. عطش الطفل وقال لها اختي عطاش تخليني نشرب من هذيك العين. قالت له لا يا خويا ما تشربش، هذه عين البقرة، تعود تشرب وتولي لي بقرة. زادوا مشاو وصلوا لعين الداب. قال لها اختي عطشت نشرب؟ قالت له لا يا خويا ما تشربش تولي لي داب. زادوا مشاو لقاو عين الحصان. قال لها اختي نشرب؟ قالت له لا يا خويا ما تشربش تعود تولي لي حصان. زادوا مشاو ولقاو عين الغزال. قالها اختي نشرب؟ قالت له لا تعود تولي لي غزال. مسكين عطش بزاف خلاها مشات شوية ورجع وشرب. كي دارت لقاتو لحقها غزال. قالت له خدعتني يا خويا يا وليد ما وبويا. قالها ما ننساكش يا اختي حتى نموت.